ما تستخدمش ال 5G في مصر ولا في اي دولة تانية غير لما تعرف مميزاته وعيوبه كمان، عشان انا مش هستخدمه اصلا بسبب العيوب. اولا مميزات ال 5G انه بيحمل وبيتصفح معاك ب10 اضعاف السرعة العادية. كمان ممكن يستحمل عدد كبير من الاجهزة ويديهم سرعة ممتازة كمان لو فتحت لحد من موبايلك او الراوتر بتاعك تتحول ل 5G. ولو بتلعب على الانترنت او بتفتح لايف او بتتكلم مكالمات فيديو طويلة او بتعمل ميتنج او اي حاجة بتستهلك انترنت كتير، التعليق وعدم الاستقرار هيختفوا تماما في وجود ال 5G. ثانيا بقى عيوب ال 5G، عد معايا. رقم واحد، التغطية مش كاملة حتى الآن، يعني ممكن يظهر لك 5G على موبايلك وانت بتاخد اصلا سرعة 4G وبتتحاسب على ال 5G، شغل عفاريت. رقم اتنين، ودي اللي قفلتني من ال 5G اصلا، انه يستهلك بطارية اضعاف ال 4G، فاكيد هتلاحظ ان موبايلك بدأ يخلص شحن بسرعة ويسخن اكتر في وجود ال 5G. رقم ثلاثة بقى، انك لو بتستخدم برامج قوية والعاب كتير هتلاحظ ان موبايلك بدأ يسخن بطريقة مرعبة، وخصوصا في الصيف، وممكن بالفعل تلاقيه بيولع معاك او بينفجر في وشك لو استهونت بالموضوع وسقت في استخدامه. ده احنا ذات نفسنا بنسخن كل دقيقتين. واخيرا ودي الصدمه، ان ال 5G هتستهلك نت بشكل 10 اضعاف السرعه اللي كنت بتستخدمها، يعني الباقه مش هتاخد في ايده غلوه واحنا لسه بنقول انترنت غير محدود في مصر. وطبعا بعد تفعيل ال 5G بشكل كامل اكيد هنبقى محتاجين انترنت غير محدود في مصر. تابعنا عشان في الفيديو الجاي هكشف لك ال 5G الوهمي من الحقيقه، عشان الشركات بتشتغلنا كتير اليومين دول، وعشان تعرف برضو ايه الحل في سخونه الموبايل واستهلاك الانترنت بشكل اكبر في ال 5G. وغرق الكومنتات بالهاشتاج ده عشان يبقى عندنا انترنت غير محدود في مصر.